السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند ساور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي ان انتوا تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه فعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. الشتاء يعني طواجن، مفيش احلى من الفرن والطواجن والحلويات بتاعتنا بقى المغذيه دي كلها والدفي في الشتاء. بصوا حته اللحمه دايبه دوب بمعنى الكلمه، شايفين لونها من جوه كمان بامبا، والموضوع سهل وبسيط. كل اللي احنا عايزينه هنجيب طاسة الأول، هندي للحمة بتاعتنا صدمة كده حلوة محترمة، فهنحط فيها معلقتين سمنة، زيت وسمنة، سمنة بس زيت بس زي ما انتم عايزين، وهنسيبها حوالي بتاع 3-4 دقايق على عين عالية، وتكون العين الكبيرة. أنا عايزاها تاخد لون على لون خفيف كده، مش لون غامق. بصوا شايفين الجمال اهو، من الجزء ده من الاتجاه ده، ومن الاتجاه التاني برضه نفس الموضوع زي ما هو. بعد كده هشيل اللحمة بتاعتي وهنزل في نفس الطاسة، مش هعمل حاجة تاني، في نفس الطاسة هنزل بشوية خضار، بصل وفلفل وبطاطس، اشوحهم في نفس الطاسة اللي اتشوحت فيها او الحلة اللي اتشوحت فيها اللحمة عشان تبقى واخدة نفس التطعيمة. ومش عايزاهم يدبلوا، يعني مش عايزاهم لونهم يتغير، لا احنا يا دوبك بس هندي تشويحة، اللي هو نغلفها كويس جدا اللي نزل من اللحمه، العصاره بتاعت اللحمه والطعم بتاعها كده والريحه بتاعتها والسمنه وكل حاجه. تمام. خلاص هبتدي اشيلها واروح منزله عليها شويه طماطم وشويه من الجزر. الطماطم والجزر هم اللي هيخلوا لي طول الوقت اللحمه بتاعتي فيها ميه وطريه. خلي بالكم من الحته دي، الجزر والطماطم هينزلوا الميه اللي جواهم اكتر من البصل والحاجات التانية دي كلها. فعشان كده انا حطيتها في الاخر، انا يا دوبك بس هديها اللي هو ايه تقليبه سريعه. قطعوا الحاجه كبيره شويه علشان لسه هتدخل الفرن، فعلى ما تاخد وتدي مع الفرن نلاقيها ما تبقاش عامله زي العجين، ما نجيش نلاقي الخضار بتاعنا بقى شبه العجين ومش لاقيين خضار بناكله. فقطعوا الحاجه كبيره على قد ما تقدروا، وادوا التشويحه زي ما قلت لكم تشويحه خفيفه جدا. هنحط بهارات زي ما احنا عايزين. انا عاده في الطواجن بحب احط ملح وفلفل، شويه من الكريمه الصيني لو عندكم اللي هو البهار الحلو، وشويه من جوز الطيب او البابريكا زي ما انتم عايزين. طبعا شغلت الفرن بتاعي الاول عشان اسخنه، ودخلت معاه الطاجن عشان انا عايزه الطاجن يبقى سخن. انا اللحمه والخضار عندي اوريدي سخنين، فهنزل على طول اللحمه بالخضار بكل حاجه في الطاجن، ودخلته الفرن سخن جدا، وهنزل على طول بالحاجات بتاعتي اللي انا عاملاها، اللي انا شوحتها ومديها الصدمه بتاعتي. حطيت الحاجه بتاعتنا اهو، وحطيت حوالي كوبايه من الميه السخنه المغليه. طبعا انتوا لو واخدين بالكم يعني هو في دخان كده طالع، في شويه بابلز كده خفيفه جدا اللي هي فقاعات. هبتدي بقى احط ورق زبده الاول، وابتدي احط عليها ورق فويل واغطي. اول نص ساعه هكون حاطه على الرف الاولاني على اعلى درجه حراره في الفرن عندنا، اعلى درجه حراره نص ساعه، ساعه الا ربع. تمام. حطوا ميه بزياده زي ما انا حاطه كده علشان هي لسه هتدخل الفرن، وهنحطها على درجه حراره عاليه جدا. بعد النص ساعه الاولانيه هروح مهديه النار بتاعي ومخليها حوالي على 150. تاخد ساعتين، تاخد 3، تاخد 4، طبعا على حسب كمية اللحمة وعلى حسب نوعية اللحمة. انا مش هلزق، يعني مش هقول نوعية لحمة معينة وهي دي احسن حاجة. كل اللحمة يا جماعة بتستوي وكل اللحمة يا جماعة بتتهري. هي فكرة ان انا بحب اكل ايه. انا عن نفسي بحب اللحمة الملبسة. اللحمة الحمرا دي انا معرفهاش، انا ما كانتش تبقى اللحمة ملبسة يبقى ما اكلش. بصوا بقى شايفين، خدت معايا بالظبط ساعة، نص ساعة على عين على اعلى درجة حرارة، وبعد كده 3 ساعات على درجة 150. انا عايزة اوريكم الطراوة. واخدين بالكم من الخضار؟ الخضار ما اتهراش علشان زي ما قلت لكم ان الطماطم والجزر والميه اللي انا حطيتها مخليه فيها سوائل على طول، مخليها زي الفل. بصوا لونها من جوه عامل ازاي، بامبا ازاي. لو مشيتوا على الطريقة دي اضمن لكم طاجن روعة، ريحته مسمعة المنطقة كلها مش الشارع بس. اتمنى الفكرة تكون وصلتكم والفيديو يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.